السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الخيرات، يا رب حضراتكم جميعا بخير وصحة وسعادة. هنتكلم النهاردة عن الحقن بالنسبة للخشونة. الحقن أنواع وبيختلف حسب حالة المفصل زي ما قلنا قبل كده، وعلى حسب حالة العيان. الحقن ايه المزايا بتاعته؟ من ضمن مزاياه ان هو بيتجنب الآثار الجانبية بتاعة الأدوية زي التأثير على حموضة المعدة وغيره. ده أشهر سبب أو ده أشهر أثر جانبي للأدوية اللي بتستخدم في علاج أمراض المفاصل في العموم. تاني حاجة بنستخدمه في بعض الحالات اللي احنا مش عارفين نديها أدوية براحتنا، زي العيانين اللي عندهم تغيير في وظائف الكلى مثلا، أو تغيير في وظائف الكبد، أو بعض أمراض القلب وغيرها من الحاجات اللي احنا حابين إن احنا نقلل كم الأدوية اللي احنا بنديها له قدر المستطاع. الحقن ده أنواع بتختلف حسب حالة المفصل. لو المفصل ملتهب ووارم وفي نوع من أنواع الالتهاب، ممكن ساعتها نديله كورتيزون. وكان زمان الكورتيزون المنظمات البحثية العالمية ما بتفضلش حقنه في المفاصل، لكن دلوقتي بيحقن مفيش مشاكل منه على حسب حالة العيان وعلى حسب برضه رؤية الطبيب المعالج. وفي حاجات تانية غير الكورتيزون زي الهيرونيك اسيد، او ما بيطلق عليه في العموم المادة الزلالية، اللي هي عبارة عن استعاضة للسائل الزلالي اللي موجود جوه المفصل عشان تحسن حركة المفصل وتغذيه. الحقن بيتكرر او ما بيتكررش برضه يرجع للطبيب المعالج ويرجع لاستجابة العيان له، اللي بتختلف من مريض لآخر. لكن في العموم الآثار الجانبية للحقن آثار قليلة، واذا استخدم بشكل جيد واندر اسيبتيك كونديشن او في ظروف تعقيميه جيده وحاله عيان كويسه وجيده، ما فيش من وحالته العامه كويسه، فغالبا ما بيبقاش فيه منه اي مشاكل باذن ربنا، وبيدي نتائج كويسه ومرضيه اذا سواء تم حقنه بلايند او تم حقنه باحدى الوسائل المساعده زي سونار المفاصل، اللي بيستخدم ان احنا نشوف شكل المفصل وشكل الابره وشكل الماده المحقونه فين بالظبط. ودايما باذن ربنا في سعاده وصحه وسعاده، ونلتقي على خير في فيديوهات قادمه.